ناس كتيرة وأنا واحدة منهم بنغلط في بعض كلمات الأغاني، لدرجة إن ممكن نسمع معنى غير المعنى اللي هو بيتقال، أو كلمة يعني تودينا في معنى تانية أو في حتة تانية. أنا بقى واحدة من الناس اللي حصل معايا حتة دي موقف وأنا صغيرة كان غريب جدا. أنا كنت على طول بقول على اسم مطربة كبيرة كبيرة في مصر والوطن العربي اسم تاني خالص. يعني مكنتش بقول أم كلثوم، كنت بقول أم كلثوم، مش عارفة أقولها تاني. طبعًا كان حاصل لي مشكلة كبيرة، لإن كان كل الكبار بيقعدوا يضحكوا وأنا مش عارفة هُم بيضحكوا على إيه، وأنا طفلة فمش فاهمة، أنا باسمع الاسم كده، فبانطقه كده، فطبعًا هُم عمّالين يعدّلوا لي فين على ما كبرت بقى، قابلني بقى في بقية الأغاني، طبعًا بتحصل كتير جدًا، جدًا، لدرجة إن أنا لمّا ما بابقاش عارفة أفسّر المطرب قال إيه، فباحاول أدندن مع الموسيقى، لكن أنا في الحقيقة ما بابقاش سامعة هو قايل إيه بالضبط الجدع ده، يعني أو في جملة كده دايمًا بتيجي في بعض الأغاني أو كلمة ما تبقاش سامعها. عايزة أقول لكم إن أنا الوحيدة في مصر تقريبًا اللي كانت فاهمة سعدنا بيها إنها سعدنا بيها مش سعدنا بيها. فهمتوا حاجة من سعدنا بيها والّا ما فهمتوش؟ فلو أنتم حصل معاكم نفس الموضوع احكوا لي كده، قولوا لي حصل معاكم فين وإمتى وإزاي.